قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله جل في علا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. فأحببت أن أتكلم في هذا المقطع عن كيفية رقية الأطفال. فهذه المسألة مهمة جدا، وأتمنى مشاركة كما قلت في الفيديو الماضي الذي تكلمت فيه عن رقية البيوت، عن مشاركة مثل هذه المقاطع. أنا لا أقول مقاطع الجن والصرع وهذه الأشياء، هذه المقاطع التي تكون مفيدة، كيف ترقي نفسك، كيف ترقي أبنائك، كيف تحصن نفسك، كيف ترقي بيتك، هذه الأمور، لأن هذه الأمور تفقه الناس. يعني الغريب في الأمر أن التفاهة تنشر. أغلب الفيديوهات هنا في المغرب يعني ينشر التفاهة، أي شيء فيه تفاهة ينشر، تجد مشاركات كثيرة. لكن هذه المقاطع لتوعية الناس وهذه الأمور تجد يعني مشاركة قليلة. فأتمنى أن تساعدوا في نشر الوعي والرقية الشرعية، لأن شحال هذه كما نقول كان الأجداد وكذا كانوا فقط إذا مرض شخص ماذا يفعلون؟ يذهبون به إلى الأضرحة أو إلى الساحر مشعوذ وكذا. الحمد لله بعد يعني التكنولوجيا وأصبح هناك المواقع التواصل الاجتماعي وكذا، فالحمد لله يعني بدأنا بتسجيل مقاطع لتوعية الناس ونشر الرقية الشرعية الصحيحة والتحذير من الخرافات والدجل والشعوذة. فهذه يعني الحمد لله يعني خير كثير هذه التكنولوجيا التي أصبحت الآن. بعض الناس يقولون لماذا تسجلون مقاطع وكذا؟ المغنيين ينشرون، الفساق ينشرون كذا، لكن أهل الدين لا ينشرون. إذا نشرت مقطع فأنت مرائي، فأنت يعني تسترزق، تريد أن كذا كذا، يعني هذه الأشياء دائما يأخذونها من منظور، يعني نفترض على أني مثلا مرائي أو مثلا أريد شهرة أو كذا. طيب أنت انشر غير الخير، أنت انشر غير الخير، فين عندك المشكل؟ المهم خير إن شاء الله. هذه مجرد مقدمة. فمسألة رقية الأبناء سهلة جدا. أستغرب من بعض الحالات، يعني هم يعني يحسنون يعني ويظنون فينا خير، فنسأل